إذن أحمد الشرع الرئيس السوري للمرة الأولى في العاصمة الروسية، حيث لجأ خلفه بشار الأسد منذ أن أطاح هو به في ديسمبر من العام الماضي. من هنا بداية الزيارة، إذ أفادت وسائل إعلام سورية بأن الشرع سيطالب بصفة رسمية تسلم الأسد كي يحاكم على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. وإذا كان ذلك الطلب بكورة الزيارة، إلا أن الملف العسكري سيتصدر جدول أعمال القمة التي ستجمع الشرع بنظيره فلاديمير بوتين في إطار صياغة آليات جديدة للتعاون تلبي مصالح البلدين. فموسكو تسعى للتوافق مع دمشق على وضع منهجية جديدة للمهام الإقليمية التي يتولاها الحضور العسكري الروسي الجوي في قاعدتي حميميم وطرطوس، مع احتمالية الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستخبارات. وقد تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قبل يومين عن وجود اهتمام سوري بالحفاظ على قواعد بلاده العسكرية، مع احتمال إعادة توظيفها باعتبارها مراكز إنسانية. زيارة الشرع سبقتها زيارات متبادلة مهدت الطريق لها. موسكو أوفدت الشهر الماضي نائب رئيس الوزراء على رأس وفد حكومي موسع، بعدما استقبلت وزيري الخارجية والدفاع السوريين. قبل أسبوع استقبلت موسكو وفدا عسكريا سوريا رفيعا برئاسة رئيس الأركان الذي أجرى